مرحبا بك. يعيشك. عارف عليك. عربية. ولاية تونس. مرحبا بك. نحكيو على التونسي واستعدادات رمضان. رمضان يتطلب فلوس والا يتطلب معناه ولا هو شهر شهر معناها عباده، شهر صلة الرحم، شنو رايك؟ هو راهو الشهر هذا يطلب العبادة ونقربوا الربي أكثر. راهي الفلوس هي مجرد لهفة. التونسي الله غالب ماذا بيه ديما يشري بزيد، ورمضان نعرفوا اللهفة برشا. نحن نعرفوا اللي رمضان باش نصوموا، مش باش نصوموا على الماكلة بركة، باش نصوموا على الكلام الخايب، باش نصوموا على الفعل الخايب، باش نصوموا على النميمة، على الغيبة. رمضان مجعول باش نقرب الربي أكثر، وذاك اش وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم. التونسي يحب الماكله برشا، هذاك علاش يخمم على الماكله. ممكن اللهفة، ممكن احنا ناكلوا بعينينا، كما نقولوا ناكلوا بعينينا، اللهفة ياسر. ماذا بينا هكا نقربوا ربي اكثر. راهي ماكله ماهيش باش تهرب، راحنا في الايام باش ناكلوا بالطبيعه، ماناش باش ناكلوا. تو مثلا يمشي يعمل ريجيم مثلا ولا حاجه، هو مقطع عن الماكله، اما نحن اللهفه بزايد وكهو. وتكثر الغشه وتكثر برشا حاجات في رمضان. هكا. ايه تكثر غشه برشا في رمضان، والعباد تولي برشا على اعصابها. ما يا ربي يهدينا، وان شاء الله يا ربي يبقى علينا ستر وكهو. الاستعدادات مش كان في الفلوس هكا هاو، الاستعدادات زاد في القلب. لازم واحد يحضر رمضان ايمانيا انه هكا، ولا هذه نقصتنا ولا؟ اكيد. اكيد لازم في النفسيه نحضروا باش نقربوا الرب العباده اكثر. انه واحد باش يخفف من ذنوبه على الفعل الخايب اللي يعمل فيه. على البرشا اللي يصير فينا. ماذا بينا احنا ديما وجود ربي، ايمان بربي قوي. وراح انت معلش متزوجه ولا؟ عزبي. يقولوا زاد الطفله في الدار في رمضان ثقل معناها ثقل العائله، بمعنى انه العائله باش تخصص برشا وقت، خاصه المراه باش يكون عليها ثقل انها تطبخ وانها تحضر. هذا ينجم معناها المراه تتعب برشا في رمضان. اي بالطبيعه، بحكم فما اللي تخدم وتروح، وما بين خدمه وما بين الدار، باش توفق راجلها، باش توفق الماكله، باش تتعب وتحمل. هي حكايه مسؤوليه. مثلا المراه متحمله مسؤوليه من قبل، ومتحمله مسؤوليتها وحدها، ما تكيدهاش. انت تعاون الوالده، انت مسؤوله على انك تعين امك، ولا تقول لا المسؤوليه كلها على الوالده نتاعك؟ لا لا، بالطبيعة مادامها والدتي، بالطبيعة أنا باش نعاونها، ومسؤولية. أنا صحيح نخدم والكل، وأمي تخدم، أما لا، ما هذا اللي يمنعش اللي أنا ما نخليهاش، وإني نعمل المستحيل باش نكون معاه. شكون تقول وشنو تقول اللي النساء اللي ما يعطوش اهميه ربما وما يعاونوش وتفكر فقط انها تستهلك، ما تعاونش؟ هذه فيش تقول عليه؟ هذا يحب نقول معناه غير تيش شباب وكهو، غير ربي يهدي بناتنا، ومش باش العباد يعني برشا. الزوجه اللي تخدم في رمضان مش كما الزوجه اللي في الدار هكا، ولا مش كما المراه في الدار خاصه في رمضان. كيفاش الواحد باش يوفق ربما بين العمل والشارع وبين الدار، نحكي على المراه؟ أكيد مادام ربي أنه خلقنا رمضان وأعطانا رمضان باش نصوموا فيه واحد، ربي يعطي القدرة للإنسان مادام قوي إيمانه بربي، وعطي إيمانه بربي كبير، ربي ما يخليهوش. اللي ساعي إلى الحياة ربي ما يخليهوش. شنو هو الصفات اللي لازم توفر في المراه باش تحسن تعامل في عائلتها، خاصه في شهر رمضان، خاصه الناس الكل صايمه والناس الكل ربما تكون شويه هكا الاعصابها. معناها نقصد المراه في رمضان، بخلاف انه دورها تطبخ، دورها ايضا انها تحاول العائله تكون معاه، معناها تحاول تخلق اجواء، لانه الناس الكل تبدا فوالا. بالطبيعة رمضان معروف على اللمة أكيد. رمضان معروف على اللمة، وبالطبيعة العباد باش تتلمى بعضها، باش يحقوا جو رمضاني كيما قبل، مش كيما قبل، مش كيما تو. غير تو الانترنت والعباد بعدت على بعضها. الانترنت هي اللي بعدت الواحد. اما انت مثلا انت تخدم هكا ولا؟ اي نخدم اي. في رمضان المواطن التونسي يسهر برشا مثلا، وهذا ياثر على خدمته. انت كيفاش سلوكك في رمضان؟ انا من بعد ما شقا نفتر نقصد ربي ترويح ان شاء الله. ترويح. اي. التراويح مهمه باش ايمانيا. ناخذ بكري بحكم نخدم اينا. نخدم اي. ترحم فما في رمضان ولا يلزم تكون موجود؟ اكيد اكيد في سنة ايام احنا يصوم يمشي للتراويح وما يكلمش خوه ولا ابوه ولا ما موجود. كيفاش؟ في اعظم العائلات قبلت انه يمشي للجامع، يخرج ويصلي ويصوم رمضان، ما يكلمش امه وابوه واخوه، ما يكلمهمش. موجود هذا. موجود في تونس. شنو الاسباب حسب رايك؟
ممكن اسباب تافهه، ممكن في لحظه غش انه يوصل يخرج كلمه يقطع اخوه ولا ابوه، انها نشوفها غير ربي يهدي وكهو. ما تشوفش اللي الماده عندها دور لهنا، انه الماده فكت العائلات، بالرغم من هي الماده تبقى ديما وسيله ما. اكيد الفلوس فرقت برشا عائلات، على ورثة، على أي حاجة، على مبلغ بسيط يوصل معناها عائلات تتفرق وتتشتت جملة واحدة. عائلتكم متكامله ولا الامور هذه كيفاش؟ احكي لي. عائلتنا متكاملة الحمد لله، متفاهمين، ربي يفضلهم لي وإن شاء الله رمضانهم مبروك. مثالش السؤال الاخير ربما في علاقه، نحن حكينا على صله الرحم وحكينا على انه رمضان يلم، ولكن زاد رمضان زاد فرصه باش الناس تتقارب مع بعضها، تلقى عائلات ربما ما تقعدش مع بعضها في الطاوله، معناها تستنى رمضان انها وسيله للجمع العائله، هكا ولا؟ أكيد ديما تقعد نكهة رمضان وسيلة باش العائلة تتلم مع بعضها في الطاولة. هكا يعني حسب نشوف انها عاده، انها العباد باش تقعد فيك العاده هذيك رمضان ولا الاعياد، ولا باش وسيله باش تلم العباد. قلت العائله في رمضان، نحن نقولوا في علاقه بالاستعدادات، لازم تكون فما الاجواء تكون اجواء معناها نتاع صيام، معناها لازم نبعدوا على على الغش، على الغضب، هكا ولا؟ اكيد الصيام فيه فوائد صحيه وفيه فوائد دينيه الزوز. فوائد صحيه انه البدن تبدا فيه برشا حاجات، دينيه انه ماذا بينا ما نصوموش كان على الماكله، نصوموا على الغيبه، نصوموا على النميمه، نصوموا على الكلام الخايب، نصوموا على الفاعل زايده. ماذا بينا نبعدوا معناها من الغشه زايده، خاصه الغشه تكثر في رمضان. علاش حسب رايك انت ولات ظاهره هذه؟ الظاهره متفشيه برشا، ونعرفوا اللي في عصرنا توا ماذا بيهم باكثر سلعه تتباع، باكثر حاجه يزيدوا في الميزان، نعرفوا اللي هذا ما وصلش به ربي بالطبيعه. شنو يلزمنا، شنو حاجات يلزمنا نتفاداهم في رمضان؟ نتفادوا معناها باش احنا مش نقربوا لربي اكثر، كي نقربوا احنا لربي اكثر بالطبيعه ربي باش يبعدنا عن المعاصي، ربي باش يبعدنا عن المعاصي، كي نتفادوا كان الصلاه والعباده والرحمه والمغفره، هذه اللي لازمنا في رمضان. علاش في رمضان ما عندناش وسع البال؟ انت اصحابك مثلا وانت على المستوى الشخصي في عائلتك تنصح، مازال تونسي يقبل نصيحه في رمضان باش كيفاش؟ البعض يقبل والبعض لا. البعض يقول لك ليه حشيشة رمضان وصايم وما تكلمنيش، والبعض يقبل منك نصيحة، يستغفر ربي وهو يقبل النصيحة. عندك الغضب في رمضان الحقيقة؟ بعض الأحيان هكا، بعض الأحيان كي نشوف حاجة ما عجبتنيش ما ردش فعل وكهو. علاش العباد ترد الفعل ولو انه نحن لازم نكونوا منفتحين، معناها علاش ردوا الفعل؟ معناها الواحد ماذا بيا على اقل حاجه يتغش، خاصة نحب مدمن على حاجة ومسنس بها وما ياخذهاش بالطبيعة باش يعطي ردة فعل. ايه الكلمة الأخيرة، احنا قادمين شهر رمضان، شنو تقولوا التوانسة مثال؟ قولوا إن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والأمة الإسلامية الكل. بارك الله فيك.